السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وما ينسوش تفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمر. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق فيكم بما يشتاق. اللهم امين يا رب العالمين. يرزقنا ويرزق كل من نفسه في حاجة كده يا رب، ربنا يحققها. طبعا روتين شتوي، الدنيا عندنا يا جماعة بتمطر وكل البيت الحمد لله بلا استثناء تعبان، كبير وصغير. يعني مش عايزة اقول لكم ان ابن نصر ده والله العظيم يا جماعة انا مانيش عارفة، عينه دخلت لجوه كده من التعب، ووشه يا حبيبي وكفة ايديه انا بمسكها امبارح ان انا والله اتحصرت منها. ايه ده يا نصر؟ يلا الحمد لله رضا. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. واحمد ابني بقى خلصان مش هقول لكم بقى. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الجو عندنا كده بيمطر اهوت، يعني ايه، مطرة خفيفة بصراحة، يعني مرة يدي شوية ويجي الهوا بعدها فتنشف الجو على طول. فقلت بقى لما انزل كده انا طول الليل قاعدة بالعيال، طول الليل قاعدة بيهم كلهم تعبانين. فقلت لا لما انزل الصبح كده اعلف الطيور بتاعتي، انا احمد ابني كده عينه غفلت شوية. وقلت بقى ايه لما انزل بقى للطيور، فنزلت كده زي ما حضراتكم شايفين، قلت اعلفهم واللهم صل على محمد وعلى ال محمد واشوفهم كده واظبطهم، لان الطيور عندي بتاخد حوالي ساعة الصبح يا جماعة. قلت لما اطلعهم كده لقيت البط عندي، البط المسكوف الصغير ده بدأ ياكل في بعض. وده طبعا حاجة بتزعلني جدا لان هما بيبهدلوا بعض، يعني هو اصلا بطبيعته شرس هو والبط المولر. يعني اللي بربي النوعين دول بالذات عارفين ان هما بيوصلوا في مرحلة ان هما بيقفلوا ريش، فبيبدأوا يعضوا في بعض، ممكن يموتوا بعض. ايوه فعلا في بط بيموت فعلا من النتش فيه يا جماعة. فساعة ما شفتهم بصراحة فزعلت، فانا كنت بجيب الفراخ من عند الدكتور، فقلت له، فقال لي يما ايمان دي لهم علاج. قلت له ماشي جيب لهم علاج. قالوا علاجهم الاساسي انت رفعت العلف. قلت له ايوه، في الفترة اللي ما كانش عندي فيها فراخ بيضة فانا رفعت العلف. قال لا ده دول لازم ياخدوا طاقة علف يوميا. فقلت ماشي. قال ده عامل اساسي برضه في ان هما ما يعضوش في بعض جامد. قلت له ماشي تمام، خلاص بقى نتوكل على الله. كده كده انا خدت الفراخ فهاخد لهم ايه، يعني هاخد لهم كده طقه يعني. خلاص خلاص قال لي ايه والعلاج. اخدت العلاج طبعا حطيناه في الميه. وقمت بقى قلت لما انقض بقى، لان علشان كده احمد ابني نازل اهو يا جماعه، كنت مركبه له كالونه في ايده فاللهم صل على محمد فاتشالت لان البطانيه ما حرصت في الشوائع اللي انا فيهم ده، فالبطانيه ما شدت منه البتاع. قلت له ماشي سيبها على الله. اجي كده قعدته في جنبي لان الجو برضه اصلا مش عارفه هو نازل ورايا ليه، بس والله انا بقعد العيال وهي تعبانه جوه البيت بالعافيه. يمكن وهم مش تعبانين بيقعدوا في البيت، انا ما اعرفش دلوقتي ليه كده. يلا ربنا يشفيهم يا رب ويشفي كل مريض يتألم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا دخلت البط التاني علفته ودخلته الناحية التانية وحطيت له مية والاكل بتاعه وكله، وجبت البط ده حطيت له العلف اللي هنا، وقلت بقى يفطر وياخد راحته وبعدين يعني ايه هفتح على البط التاني وكله بقى ياكل مع بعض. طيب ليه كده يا رفية؟ ما هو علشان انا مش هقدر اعلف البط الكبير ده علف سوبر، ومش هقدر اعلف البط التاني، فاديك ياكلوا اكلهم وده ياكلوا اكلهم يفطروا، وبعدين هما الاتنين ياكلوا مع بعض بقى يفضلوا طول النهار. كان عندي كمية غسيل والله يا جماعة ما شاء الله ولا قوة الا بالله، كبيرة كبيرة جدا. انا بقيت انشر وبقيت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. المطرة تيجي وبعدين الهوا، فانا اصلا يعني ما كانش عندي حاجة نظيفة لان العيال كانت بترجع طول الليل، ما كانش فيه اصلا عندي دفاية نظيف. جيت اشغل الغسالة اللهم صل على محمد عطلت. قلت كملت بقى، ما هي كده لما بتيجي بتخبط مع بعضها. نزلت لحماتي ادتني الغسالة بتاعتها وسلفي ربنا يبارك له يا رب طلعها معايا، ما كنتش قادرة والله العظيم اطلعها.
فنزلنا بقى ايه، قلت بقى لما اطلعها بقيت اغسل، ايه اللي بغسله بقيت انشره. طبعا الغسيل عندي مش هيخلص في يوم ولا هيخلص في يومين، لان زي ما قلت لحضراتكم انا ما كانش عندي دفاية نظيفة، وكانت الحصر، وكان يعني عندي كمية معاناة ما اقولكمش عليها. وغير ده وده كمان ان انا والعياذ بالله من كلمة انا لازم اخد ابني واروح بيه اروح اكشف عليه. البلكونات عندي في الشتاء بتتنيل خالص، لان السطح اللي فوق عليه شرب وكده، السقف اللي فوق، فبننزل هنا كده بتاع ترابة، فلازم امسحها، بكنسها وامسحها. النهاردة بقى اصلا ما كنتش قادرة امسك المقشة وعايزة الم الموضوع وما تلمش، فجبت شوية مية في الحلة ونزلت بالمساحة، حتى جيت على دي كده وزهقت منها اصلا، وقلت اسحبي ميتك وحابة اجيب لك الشرشوب. علشان ابقى صراحة معاك، انا كنت بحاول الم اي شغل يا جماعة. شايفين البلكونة دي كان منظرها قبل، المفروض دي كانت تيجي يعني المقطع ده يجي قبل المقطع اللي فات، بس معلش بقى ما انتوش اغراب، يعني احنا خدنا على بعض يا جماعة. أمانة عليكم ما تنسوا الاشتراك ولا تفعيل زر الجرس، وما تنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم وخرجتوا منه مستفادين. أنا أصلا بحاول بقالي فترة إن أنا أرجع زي الأول وأحمل فيديوهات كل يوم، بس فعلا مش قادرة، والموضوع خارج عن السيطرة عندي، ومش قادرة فعلا ولا قادرة أكمل بصراحة، والله العظيم يا جماعة ما قادرة خالص. مانيش عارفة ايه اللي حصل، حتى القناة لو لاحظتوا وقعت. يعني بصوا احنا اصلا الربح بيجي على القناة، قدمت فيديو بنزل لي ربح، ما قدمتش فيديو خلاص. كان نظام شغل ورسمي كمان، ان رحت الشغل بتقبضي، ما رحتش الشغل ما بتقبضيش. فبالنسبة لي ده بقى كان وقف حال بالثلث، بس الحمد لله رضا. انا هعمل ايه يعني يا جماعة، ما باليد حيل. كده هو زي ما حضراتكم شايفين بدأت ان انا انفض في الشبابيك والبيبان، وما كنستش. والله ما انا عارفة انا كنست ولا ما كنستش، بس تقريبا ما كنستش. وجبت مية كده، يعني شوية حاجات كده، بقيت الم كده الملم كده بكفة المقشة بالفرشة وانا واقفة، يعني ما مسكتش حتى، ما ربطتش ايد المقش. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا كان عندي بقى، ما احنا نايمين في الصلاة طول الليل، والدنيا بقى يعني ما مش حلو اخر حاجة بصراحة يعني. فقمت جاية على الحصر ده برضو، وقمت غسلتها والحمد لله نشفت. ما انا بقول لحضراتكم الشمس بتقوم والهوا ويرجع الجو يمطر، والجو اصلا بمطر، كانت الدنيا بتشتي. بدأت ان انا اطلع البطاطين، اطلع الحاجة كده بحيث ان هي الا لما الجو الشمس، لان والله العظيم الجو كان بمطر في حتة، والحتة التانية والله العظيم يا جماعة ما كان بمطر فيها. يعني انا كنت على السطوع في ناحية لقيت الجو مطرة، وفي الناحية التانية لما رحت عشان الم الهدوم لقيت ما فيش مطرة، هو تبع الغيامة من فوق. غسلت الحصر برضه على قد ما اقدر، والدور اللي بقيت اغسله زي ما حضراتكم شايفين كده بقيت انشفه، والحمد لله الرضا، وربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. في الوقت ده بقى الدكتور اتصل بيا قال لي يا ام ايمان في فراخ. بدأت ان انا اشيل كل اللي في البلكونة ده، وابدأ اعمل حضانات الفراخ، لان انا بعمل حضانة الفراخ في البلكونة، واعمل في الحلقة ده انا عندي شوية فراخ عايزة انضفهم لبيتي. دبحتهم زي ما حضراتكم شايفين ونضفتهم كده. ده طبعا البواقي من عفوا يا جماعة، البواقي من المزرعة. فقمت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، دبحتهم كده ونضفتهم وقطعتهم، واخدت احمد ابني كشفت عليه، وجيت جبت العلاج. وعلى ما جبت العلاج واخد التركيبة بتاعته، بدأت ان انا يعني بص انا وصلت كده ان انا حتى ارضية المطبخ عندي انا ما قدرتش ان انا اطوقها ولا امسحها. قلت لا كفاية عليكي كده النهاردة، وربنا يعيني بس بكرة كده واقدر ان انا الم الحاجة. كده خلصت روتين النهاردة. اتمنى ان هو يكون عجبكم، واتمنى ان انا اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان داخل علينا، ينعاد علينا بالخير والفرح والخير كله، اللهم امين يا رب.